هي ليه كل حاجة ملونة؟ ليه ما كانتش كل حاجة مثلا لونها رمادي؟ ليه السما لونها أزرق؟ ليه الزرع لونه أخضر؟ ده اللي نعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. أهلا بيكم، أنا شيرين من قناة مع بعض. هنتكلم النهاردة عن الألوان وتأثيرها على حياتنا. هي الألوان ممكن تأثر على حياتنا؟ طبعا، وتأثير كبير كمان. الألوان كمان بتأثر على معظم اختياراتنا، وبتأثر على حالتنا المزاجية وحالتنا النفسية. الألوان عامة عبارة عن اهتزازات ضوئية بتتفاعل مع خلايا جسمنا، فبتصدر بعد كده ترددات، فالألوان بتغير ترددات خلايا الجسم. الألوان عامة بتنعكس على عينينا، وده بيأثر على الجهاز العصبي. ففي طبعا ألوان بتولد جوانا طاقة إيجابية، وفي ألوان العكس خالص بتولد جوانا طاقة سلبية. طب هل ده معناه إن أنا ممكن أغير طاقتي بتغيير ألوان الهدوم اللي أنا بلبسها؟ طب هي ألوان الهدوم اللي أنا بلبسها كل يوم ممكن تأثر على مزاجي وتأثر كمان على مزاج الناس اللي بتبص عليا؟ طبعا ألوان الهدوم بتأثر علينا بشكل كبير. تعالوا نعرف ايه هي طاقة ألوان الهدوم وازاي بتأثر علينا. تعالوا نبدأ بأحلى لون وأكتر لون أنا بحبه، وهو اللون الأحمر. اللون الأحمر ده بيدل على الحماس والإثارة وكمان العاطفة الجياشة. مش شرط تكون عاطفة حب، ممكن كمان تكون عاطفة غضب أو أي نوع من أنواع المشاعر العالية عامة، لأنه من الألوان اللي بتزود الطاقة والحرارة في الجسم. وكمان اللون الأحمر بيوحي بثقة في النفس عالية، ده اللي بيخليه لون رومانسي، وبنلبسه كتير في عيد الحب لأنه بيثير عواطف الحب اللي جوانا. ده غير كمان ان معظم فرق لعب الكورة او الالعاب الرياضية اللي محتاجة حماس واثارة بيستخدموا برضو اللون الاحمر في التيشيرتات اللي بيعملوها. طب الالوان اللي هي الوان الشمس زي الاصفر والاورنج، الالوان دي من اكتر الالوان اللي بتعزز الشعور بالطاقة الايجابية والفرح والسرور والسعادة، وبتنشط الدماغ جدا وبتزود كمان الابداع. فدي من اكتر الالوان اللي بتمدنا بالطاقة وبتنشط جسمنا جدا وبتنشط دماغنا كمان. طب تعالوا نشوف اللون الابيض والازرق والاخضر. من قبل حتى ما ابدا اتكلم عن الالوان دي، انتوا هتبقوا عارفين ان دي الوان بتدل على السلام النفسي والراحة النفسية، لان دي الوان الطبيعة اللي هو لون السماء ولون السحاب ولون الزرع. فدي الوان بمجرد النظر ليها بتعزز عندنا الشعور بالراحة النفسية وبالهدوء والسلام النفسي والاسترخاء. ده طبعا من نعمة ربنا علينا ان هو خلق لنا الطبيعة كلها الوان بتساعدنا ان احنا نحس بالهدوء، وبتساعدنا نحس ان احنا مطمئنين دايما وعايشين في سلام نفسي وفي هدوء وفي راحة. وده اللي بيخلي معظم المستشفيات يعملوا الديكور بتاع المستشفى او لون المستشفى بيبقى ازرق او ازرق فاتح. ده غير كمان ان الدكاترة بيلبسوا لبس ابيض لان ده بيعزز الشعور بالسلام النفسي والهدوء لدى المرضى. وبعد كل الالوان الحلوة اللي انا قلتها دي، وفي ناس بتسيب كل الالوان دي وبتختار اللون الاسود في اللبس. هو بيدل على الشياكة والاناقة، وكمان بيزود عندنا الثقة بالنفس والشعور بالالتزام. ده اللي بيخلي الشركات تستخدمه دايما في الشغل، او اليونيفورم بتاع الشغل بيبقى معظمه اسود زي البدل السوداء وكده. بس دونا عن كل الالوان، اللون ده هو اللون الوحيد اللي ممكن يديلنا طاقة سلبية، ده لانه اكتر لون فيه نسبة امتصاص عالية جدا للطاقات كلها. ده اللي بيخليه يمتص الطاقة من الناس اللي حواليك. فهو اللون الوحيد اللي ممكن يخلي الانسان يحس بالتعب او بالحزن او بالارهاق. ده غير كمان ان اللون الاسود من الالوان اللي بتوحي وبتدي ايحاء كبير جدا بالغموض ومشاعر الكره والانطوائية والتشاؤم. ده اللي بيخليه مرتبط ارتباط كبير جدا في المناسبات اللي هي زي العزاء والحداد. في النهاية يعني احب اقول لكم ان تأثير الالوان عامة او تأثير الوان الهدوم بالتحديد مش بيجي من يوم وليلة. يعني مش اول مثلا ما هلبس لون معين هحس بالمشاعر اللي انا لسه قايله عليها دي. تأثير بيجي لما بنكرر لبس نفس اللون كتير والمدة كبيرة. يعني انا مثلا تأثير اللون الاسود على شخصيتي وعلى نفسيتي مش هيجي من اول يوم البس فيه اسود، ولا تاني يوم ولا رابع يوم. هيجي لما انا ابتدي البسه باستمرار لمدة طويلة، او مثلا البسه كل يوم. ساعتها هيبتدي يظهر تأثير اللون ده عليا وعلى انفعالاتي. اختيار الالوان وتأثيرها على طاقتنا مش بس بيبقى في اختيارنا
للهدوم، ده بيبقى كمان في اختيارنا للديكور بتاع البيت او بتاع المكتب او في المكان اللي انتوا بتقعدوا فيه معظم الوقت. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم واستفدتوا منها. اشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية على قناة مع بعض.